انا وبازوكا في الحلقه دي بعد اذنك بنتقدم لك. ياه قصة حزينة. أنا دايما بنحاز للراجل. الراجل دلوقتي بيدخل على انستجرام يصطاد، لقيته بيقول لي عيطي عيطي. ومن هنا ساندي قررت انها تاخد التجربه عليا. القايمة والقعدة جريمة في حق العلاقة الزوجية. انت نكد. واللي قالي غيره. دي حلوة. معانا النهارده النجمه والمخرجه والمطربه والجميله جدا ساندي، كلنا نسقف. اول سؤال. انا هسكت، انا اقعد كده. لا والله استنى بس استنى الضوافر، النيلز. لا حدد، انت عندك ضوافر احنا ولا عندنا نيل؟ ضوافر دي نيلز. ممكن نعرف الفرق بينهم؟ لا أيوة. ممكن نحط كده والناس لا، كارثة. مالهاش لازمه. بتعمل ايه؟ كارثة لمي نفسك على طول. كارثة. اه حوافر حمار والله اهي. انت لا مش فاهم. ليه لا والله يا حلو. حبيبتي، لا تمام. ده بالعكس دي اللي مرعبة. لا طب دي ممكن نسأل سؤال معين؟ إيه؟ يعني معمولة بكام؟ استنى 2500 جنيه باين حاجة كده. مقدم توك توك. ده مقدم حاجات كتير قوي. لا 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 يا جماعة ساندي مش بيعملوا حاجة والله. احنا مبسوطين جدا ان انت معانا وشكرا. والله انا اللي بشكركم عشان انتوا قاعدين انتي- مؤدبين قوي لا والله احنا تمام، احنا محترمينك جدا عشان انت بجد. الحمد لله. انت سوبر. اشيك واحده شفتها من شهر مثلا. شهر بس؟ ايه ده؟ مين كان من شهرين؟ مين؟ لا يمكن شفت حد طبعا انت اشيك حد شفته في حياتي دلوقتي. شكرا والله العظيم. اللي هنا لايق مع النيلز مع شعرك دي تشاينيز صح؟ ايه إيه ده؟ دي انت معروفة ده- من زمان يعني انا بيها، وللاسف مش عارفة اغيرها. يعني كل ما بغيرها الفانز حاجة بتروح. بيجبروني. لا بجد. بيجبروني والله، وبيقعدوا يكتبوا لي كومنتس بقى لا مش كده. مش فاهمة. طب كده كويس. خلاص بقى شكلي هفضل كده طول حياتي. طب ايه، معلش انا يا اسف، رب. بس ايه تشاينيز ده؟ عشان ما فهمتش حاجه. لا هو اللوك ده اكتر اسمه زي كده؟ زي الانمي والحاجات دي. ايوه اوكي. ساندي جمهورها والناس اللي بتحبها ايوه كلهم صغننين. حتى كلهم لو كده. استنى، حتى لو كلهم كبروا. حتى لو 65 سنة احنا صغيرين عشان ساندي بس مش عشان حاجة. اوكي. صح. طيب ممكن اقول حاجة بمعرفتي بساندي مم. في 2010 دي حاجة الناس ما تعرفهاش خالص ولا حتى حد من صحابي. 2010 انت ما ده تعرفش. ده بعيد قوي. ماشي قول، حلو ده. طيب فيديو كليب ولاد النيل. كنت طالع معايا لا ايه؟ كنت بشتغل اسيستنت ارت دايركتور يا نهار ابيض. انت كنت مع ايهاب العدلي؟ مع ايهاب العدلي بتهزر. والششتاوي. يا نهار اسود. انت طب فاكره بس انت كان حد، كان شكلك كنت حد انا تاني. كنت بشعر ده ما كنتش كده اصلا. ما كنتش كده خالص وفجأة مش كده. والله العظيم. مستحيل والله اعرف. العظيم. طيب انا كنت اسيستنت ارت دايركتور، ساندي كانت المخرجه وكانت ايه اللي عامله ده الاغنيه. ايه ده؟ مخرجه بالظبط من كده. عايزه اقول لك ان احنا كنا في والمنتجة. يعني كنا في البلاتو اصلا، وفي ضرب نار بقى، كنا في الثوره. كنا في الصف. إيه في الوقت صح. كان وقت عالمي الحقيقه. صح. وكنا في مكان غريب جدا. وساندي والله العظيم انا حبيتها عشان انا شفت ساندي مش الناس بتشوفها الكيوت الجميل. شفت ساندي المنتجة ومخرجة. ايوه ده صعب قوي. يعني هي قاعدة بره الكاميرا معها المايك، يلا يا جماعة مش عارف، وفي ساندي بتزعق تانية منتجة، بعدين تدخل وفي بقى ساندي تانية قدام آه. الكاميرا بتمثل مع بنت صغننة. فاكرة البنت اللي عينيها خضرا؟ هي جنى طلعت معايا في جنى. الفيلم. بالظبط. اه صح. ساندي يعني اخرجتي حاجات وانتجتي كل حاجه يعني، انتجت حتى الفيلم. فاهم. طب انتي ازاي ليه عملتي كده؟ ياه قصة حزينة. بص هو أنا ابتديت خالص بكل مقرب ده كان إنتاج شركة، بس الحقيقة كرهوني في الغنى، فقررت أسيب الغنى بجد يعني، وبطلت. يعني قعدت 3 سنين في البيت، وفتحت شركة دعاية وإعلان أصلا، وكنت خلاص قررت إني مش هغني تاني. وبعدين رجعت تاني بقى لما مضيت مع ميلودي إن أنا هبتدي أشتغل. فجمال مروان
بابا مات اوكي، الله يرحمه يعني. الله يرحمه. فقلت لا ده انا مش مكتوب لي، ده انا الشغلانه دي خلاص. مم. بعدين مامتي قالت لي بقى خلاص طب خلينا انا انتج لك. قعدت اقول لها لا هتخسري فلوسك. الحقيقه انا ما كدبتش، هي اول البوم ده هي خسرت فلوس. فبعدين قعدت بقى اعمل اتصالات كتير وادور ومش عارف ايه، فعملت حفله واحده بره مصر. الحفله دي خدت فلوسها كلها وعملت بيها حصل خير. دي كانت البوم بقى الكبير. فهي وشقيت انا بقى بعد كده مع نفسي كل اللي كنت بكسبه بنتج بيه لحد ما ربنا كرمني كده وخسرت كل فلوسي. مش مشكله، الفلوس بتروح وتيجي. ايوه ساندي عندها عرب والله العظيم، لما بتقعد تدندن كده. انا قابلت ساندي صدفه في دبي قبل كده، فاكره؟ ايوه يا لهوي على الحلاوه والجمال، والجو كان حلو ساعتها، وقعدت تغني. كنت كئيبه قوي. لا والله لا، الفتره دي فاكره. لا كانت صعبه قوي لان انا اليوم اللي انا شفتك فيه ده كان اتوفى حد ترينر بتاعي وكان صاحبي قوي كنت بحبه جدا الله يرحمه يعني. الله يرحمه. كانت اول يعني وصدمه بقى ايه، انا اول ما صحيت من النوم هي المشكله انها حصلت لي مرتين وبنفس الطريقه. طب هو انا الوش وحش؟ انا لا والله العظيم لا اصل انا شفتك قبليها بيوم. انت قابلتها في دبي والجو حلو، دي اصلا لوحدها يعني. وساندي وهنتقابل بكره ويلا وكده. مفيش ساندي نازل بكره من الاوتيل. لا بالعكس ده والله ده قاعد يضحكني كتير قوي والله لولا اليوم ده. والله نزلت العربيه ويلا بقى وهنعمل وهنسى. لا اني ما لقيتي حد لقيتي عارف الكتكوت اللي هو اللي بيتبل. هو يعني هو قاعد كان قدام، انا كنت قاعد جنبي ياسر جوز اختي وانا كنت قاعده ورا واختي قاعده جنبي وانا عماله اعمل. انا مش فاهم ده ايه. ايوه انا لحد دلوقتي مش فاهم. هل انا تخين قوي فالكرسي راجع على ساندي جدا تتخنق؟ والله بجد افتكرت يعني زعلت وقعدت احاول اضحكها مريب جدا. أيوة. بس كان يوم صعب قوي بس الحمد لله يعني تخطيته. حصل موقف غريب كده يا جماعه مش هيتفهم فمش هحكيه يعني. بس انا لا قولي من غير يعني فاهمه كده. هو انا في الفتره دي انا كنت ببتدي اتعمق في علم النفس والطاقه وحاجات كده. فقابلت الدكتور بتاعي. في ناس كتير عارفه هو مين يعني. ممكن اقول مين هو؟ اقول دكتور احمد عمار. بحبه. انا عارفه. ساندي هي اللي عرفتني عليه والحمد لله بقيت كويس. فانا ما كنتش يعني عادي. انا قابلته وكنت مبسوطه قوي انا قابلته كده بس انا كنت حزينه جدا بقى يعني متدمره. فانا بتكلم معاه وبحكي له وبعدين فجاه انهارت في العياط. فانا توقعت يقول لي لا ما تعيطيش والراجل هيتحرج من الناس مثلا. لقيته بيقول لي عيطي. فانا استغربت كده اصلا بطلت عياط لما قال لي كده. بعدين ايه اخد ميعاد اتصل بالمركز بتاعه ده السنتر بتاعه هو في دبي هو مش هنا. وبعدين قال لهم خدوا لي ميعاد ضروري بكره مش عارف ايه. وبعدين انا قلت يعني هيعمل ايه يعني ما فيش ده عندي انا اكتر عندي مازوت جوه في اسفلت جوايا. ايوه انت اكتر واحد عشان انا خدت السيشن. ايوه انت فاهم بتعملوا سحر ولا ايه؟ انا مش فاهم. طبعا اكتر من هو موضوع غريب والله. اوكي يعني ماشي من غير ديتيلز. اوكي خلينا. فانا بعد السيشن هو كان بيقول لي بس يعني مش بيقول لي في ايه. هو بيقول لي انت هتشوفي ان شاء الله يفرق يعني هو متواضع جدا يعني. اوكي بعد السيشن انا نسيت كل حاجه كانه يعني انا طبعا يعني كل حاجه موجوده مش مسحها يعني. بس هو بيعمل حاجه نفسيا في السبكونشس ده. لو ما تعمقت فهمت هو عمل ايه يعني. بيعمل تشتيت للاواعي بتاعك انه اي حاجه بتسبب لك الم جواك اوكي او بتعمل لك انهيار او بتسبب لك اكتئاب بيخلي اللاواعي يشوفها حاجه عاديه او بتضحك اصلا. اوكي بيصغر المشكله اللي مش بس هو تقريبا بيعمل ريفورمات. هو بيعملها كده والله العظيم خلاص صح والله العظيم بجد يعني انا فاهم. اوكي 50 سنه بنشتغل عشانك في صمت. فانا من بعد اليوم ده انا شخص تاني يعني. من وقتها لدلوقتي فات داخلين في 5 سنين تقريبا او 4 سنين وشويه. انا شخص تاني خالص. طيب طبعا تعمقت جدا لان انا بقى كان شغفي هو انت عملت ايه. انا كنت عايزه اعرف انت عملت ايه. ومن هنا ساندي قررت انها
تاخد التجربه عليا كدكتوره. ده بتعلم أيوة. فيك. استنى بس. فمره كنت متضايق جدا جدا، وصدفت ان انا وساندي اتكلمنا مكالمه في التليفون. كان متضايق مم. فعلا جدا. وقعدت تقول لي ايه المشكله، فقعدت احكي لها وهي قعدت تطلع حاجات جوايا. اه وهي ودكتور احمد عماره اصدقاء جدا، مم. فهي شربت منه، هي سوسه شربت منه كتير قوي، صح. بس ما خدتش القفله اوكي. ففتحتني. فمش هاخده حرفيا. خلاص انا وقفت لحد هنا، كمل لوحدك. لا انا سبت التليفون وانا بعيط. وانا مش ما عارفه خدتهاش أعمل له دي، إيه. اعمل له ايه؟ ايوه. وبعدين كلمت بقى دكتور احمد عمر، قلت له معايا حاله بتبوظ مني. بس هو تقريبا كمل بعدها، مش عارفه. انا كنت جبت نتيجه بجرب، عكسيه. كنت ما عايز انا ما اعمل كنتش زيك. لسه، يعني كنت في البدايه، مم. فمش عارفه بس حلو الموضوع ده عامه، تجربي. بص، انا طلعت اللي جوايا لانه عرفته، يعني مم. انت بتوصل لمرحله سنس كده، مم. بتعرف هو النفس البشريه كلنا مم. واحد، اوكي. يعني لينا مداخل كده، ففي لكل حاجه، لكل فعل رد فعل معروفه. مم. كل رد فعل نفسي ليه مرجعيه نفسيه ثابته، يعني يعني المواقف بتتغير، بس الاثر ثابت. فببقى عارفه مثلا انت عملت كده، يبقى حصل لك كده وانت صغير، عملت كده، فانا بساله الاسئله اللي انا عارفه انها هتطلع الزباله كلها. اوكي. ايوه فهمت. بس ما عرفتش اوعدني بقى. عارف في الافلام الناس اللي هو عندها مثلا 1200 سنه، اوكي. فاهم، بس هما باينين ان هما عادي صغننين جدا اه وكده. مم. عارف فيلم ويل فاهم سميث؟ فاهم اه كان أيوة. عنده مش عارف 7000 ومش كام ايوه اللي ما سنتي. بيموتش فيه ده. والله العظيم، والله لما بيموت عايشه بقالها انا كتير ما قوي. ايوه انا ما وهي شكلها بكبرش. كده. ايوه ده بجد. الناس عماله تكتب لي كومنتس اصلا لا مش بالمناسبة. عشان بتكبري. لا الناس بتقول انت لي عندك وازاي احنا معلومات. كبرنا ايوه انت شكلك من وانتي شكلك زي، يعني غير ان انا شكلي صغير طبعا، يعني انا عندي معلومات كتير انا بقى قوي عندي 65 سنه وانا معاها في الفيديو كليب. ايوه يعني قصدي انه بالظبط يعني شعري ابيض، اتحولت. يعني بجد شكله اختلف عن ما انا يعني المفروض شفته، انا مش فاكره. بس انا الناس انت كلها ساعه ما طلعتي مستغربه. وانت كده. ايوه هي ما الناس شاء الله مستغربه. يا أيوة. الله. امسك الخشب. لا، امسك. مش عايزه اخضك، بس هقول لك على حاجه غريبه. مم. هو انا هعملها في الكتاب، فمش عارفه اخليها للكتاب ولا اقولها لكم خلاص انتوا طب اخواتي. ثانيه واحده، هو في كتاب؟ احنا لا، بناخد يبقى معلومه قول. حصري من ساندي. طب أتكلم جد. الكتاب اسمه ايه؟ لا ما هو كده مش هينفع نقول كل حاجه. طب لا. قولي الحته اللي كنت هتقوليها. ماشي. بص انا حصل لي موقف كده غريب جدا من حوالي سنتين، من اكتر من كده بكتير. كنت قاعده في وقت كورونا، اوكي. فكنت قاعده كده عادي، احنا كنا قاعدين في البيت كلنا في فتره طويله، مم. وانا طولت الفتره، انا مم. قعدت 8 شهور، كل الناس خرجت وانا لسه زي ما انا. مش عايزه. ف... فانا كنت قاعده كده لوحدي وبتاع وبتامل مع نفسي، ما كنتش لسه في الطاقه قوي، ما كنتش فاهمه حاجه قوي، كنت بقعد اقرا حاجات، وكنت خلصت حوالي 25 كتاب، مم. بس ما كنتش متعمقه في حاجه معينه يعني. بعدين لقيت حاجه بتقولي تناسخ الارواح، فانا مش عارفه الكلمه، عارف لما تجي لك خاطر كده انت مش عارف مصدره ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه تناسخ الارواح ده؟ ايه ده؟ فأنا هيبقى رحت ليه اخ توأم ولا ايه؟ ايه ما فهمتش. اه ما فهمت، والله لحد دلوقتي ما اعرف ايه الكلمه دي. مم. فعملت سيرش على يوتيوب. انا كنت اي حاجه اعمل سيرش على يوتيوب، هو مش على يوتيوب. جوجل عظيم. عشان اشوف. عايزه تشوفي؟ فشفت كده لقيت فيديو مكتوب مش عارف ايه 11 علامه تدل على تناسخ روحك. انا قلت ايه ده؟ هسمعه يمكن، ما هو ايه اللي جاب لي الموضوع من الاول. مم. المهم فعملت سيرش، لقيت ال 11 علامه كلهم عندي تقريبا، مش فاكراهم طبعا، بس يعني ساعتها لو هعلمك تكنيك بطلك السجاير. أوكي. هو اسمه تنفس النار. هو غريب شويه شكله، اللي هو- يبدو شرير، طب استني، انا بس عارفه هو اللي هو بسرعه وتكتم. صح. أنا بس شفته أصلاً، بس شفته بس على من الإنترنت. مناخيرك يعني تنفس من مناخيرك وتطلعه من بقك، تنفس من مناخيرك أيوة، وتطلعه أيوة. بسرعه 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 بسرعه، وبعدين تكتمه. انت هتحس بدوخه كده بتاعت السيجاره، بس الاحساس اللي هتحسه في الايفوريا بتاعت الاكسجين احلى بكتير من اللي انت النيله اللي انت بتشربها دي. بصي والله العظيم انا اقول لك حاجه. بصي انا لابس ايه في ايدي؟ إيه؟ هوب. دي مش دي عارفة لابسها ناس للاثليتس اللي هم اللي بيلعبوا رياضه قوي وبيشوفوا
ده والله يعني انت العظيم. لابسها يعني عشان تحفزك؟ كريستيانو رونالدو لابسها، اه انا لابسها والله، يعني بقيس الهارت ريت وانا بقلب الباستا مثلا، فاهمه؟ لا ما هو بص انا عشان ما وصلت ايوه للحته الوحشه ما فين. والله الحاجات دي هي اللي هتفرق معاك. ممكن نعرف دور النشر؟ لا لسه انا لسه ما خلصتش، انا في الفصل 19. هو كتاب كبير كده ربنا يكون يمكن في عون فصل الناس. 19 ليه؟ هو كام فصل؟ ما اعرفش لحد انت دلوقتي، ما لسه اعرفش، ما ما خلصتيش؟ قررتش، لا ما اعرفش. هو كلام علم بقى 5 سنين استحمله. طيب احنا شهر 12 بيبقى استعداد لمعرض الكتاب عشان لا شهر واحد. شهر 2 ايوه استعداد، الناس بتستعد خلاص، انا بتكون طبعت وعملت كل حاجه ما لشهر انا واحد لازم واتنين. اركز من بعد يعني من اخر الصيف كده هبتدي طب أعمل يعني كده. الكتاب هينزل في المعرض اللي جاي؟ ان شاء الله، ان شاء اوكي، الله. المعرض اللي جاي كله هيبقى واقف على رجل. مين موجود في المعرض؟ عشان سند. تعرفوا كل الحاجات دي انا بس هبقى اللي واقفة. هتيجوا طبعا. هنيجي ايه والله، احنا هناك، احنا مستنيينك، انت ما هنيجي جيتيش ليه؟ طيب ارجوكي. طيب ساندي، انا وبازوكا في الحلقه دي اه بعد اذنك بنتقدم لك. إيه ده والله. انتوا الاثنين ايوه، فانت اللي هتختاري مين فينا اختار؟ الاصلح، فكرت الاصلح انا قلت بناء هنروح ده. على ردودنا. اه ده انت دخلتنا لعبه. ده بلايند ديت شو، يلا على آه. طول دخلنا في برنامج تاني. آه. يلا اصلا مم. ماشي، دي حاجه جميله. شفت طب ما- شفتها في التسخير بدل بالجوز كده. تحفه. اسالكم في ايه؟ ما انا ما بسالش اساسا في العلاقه. انت بتحب تلبس ايه مثلا، وعلى اساس ردودنا ده مناسب ليكي ولا لا؟ اه انت بتحب تخرج فين على مم. اساس ردودنا؟ بتحب تقعد لوحدك، بتحب تقابل هل ناس ده صح. مناسب بتحب ليكي فاهمه؟ طيب. وكده بقى في الحنيه، في هنلعب الحب، اللعبة في دي. مش عارف آه. ايه، في كل فهمت، حاجه. فهمت. يلا لذيذ ده. هأمن نفسي في الحاجات اللي مم. ممكن تضايق. ايه بتحب الفقر؟ موجود. انا هفقرك. ما هسأل في شكرات الموضوع بقى، ده. مش شكرات متصله مش آه. منفصله، شحن خلفي امامي. فقر بس. انسي. ده اللي موجود. يلا. طيب يلا. حد انا احمر. لا تمام، احنا تمام. أنا؟ ده الرجاجو مش انت. ماشي. يلا. هم لا، كتر ما ده- عايز يتقدم لك بدأ يتعصب، طب ما بدأ انا مش عارف اعمل ايه. أيوة. نفسها تشوفني، ما اعرفش. انا اسفه والله، مم. بس انا مش عارفه لا، اقول لا لك والله. ايه والله. هسأل السؤال في يلا. المطلق. اه لينا احنا هل مطلق. عملتوا عمليه اللحميه ولا عادي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما عملتوهاش. في ايه؟ دخلت جوه قوي. ايه ده؟ لا ما هي ايه لا انت مش- عملت حاجه وانت لا طبعا ما عملتش حاجه. والله هي دي أنا غلط ان انا اعملها ولا صح؟ اللي عملته ده الجرافيكس، ده الصوت ده من طب بيجي لك اللوز؟ بيجي لي اللوز وانا صغير. دلوقتي دلوقتي لا بقى، بقالها كتير ما جاتش، بس مش يعني هو ايه السؤال ده؟ احنا عايزين نتكلم عن الحب. لا انا مالي ثانية، باللحميه. لا هي بقى عندها أنا مشكلة. بقى- استنى خلينا أوكي. نعمل كل ده بقى. ماشي ده ايه ده؟ عندي تروما. دي ثيرابي طب مش اقول مش طب انا هتكلم بصراحه آه. بصراحه والله العظيم، انا في اول النوم بتشخر بشخر شويه في اول النوم، بس اللي هو ايه، وانت اللي هي حته صغننه كده. ننقل على لا طول. ممكن اقول، اصل انا سافرت معاه كتير. انا بيشخر؟ لا عارفه الدولاب اللي بيتزق في بورسلين؟ والله في سيراميك، في كارثه، في سلم قطر. عليا اترفضنا. يلا ما انا نمشي. لازم اخسرك، هعمل ايه؟ انت والله العظيم. طب ما في اول النوم دي برضو كارثه، عشان بس لا وحشة والله أوي. ده اللي هو في مرحله الانتقال ما من تحاولش تنضفها بقى. الانتقال. خلاص لا انا باظت. بكلمها باظت بلغتها، منك. الانتقال من الحي الى الشبه ميت. بس إحنا عايزين المشكله لها ان ورقة انت وقلم. مش اطلعي بقى فير. بره الاكل يعني لو سمحت يعني. طيب يعني كان عندكم كام اكس؟ ايوه انا خلينا بقى الاسئله اللي نفكر. اه انا عندي 2. ايه في ايه؟ انت بتسالي ليه بتفكر؟ لا انا لقيتهم باصص أه، لي قوي مش ماشي 2. لا ده انت ابن حلال، انت بقى ده انت منيل في اتنين يا السنين. ابن والله 2. لا ما هو اكس ده يعني ريليشن شيب، دخلنا في ريليشن. واحده. يا كداب. ايه وحدة ايه يا ابني؟ طب هي هو أنت- هي دي وحده مقياس ايه؟ بس عشان في كاميرا خلاص ما تقولوش لحد. بنصور. طب انت ينفع يعني هي واحدة؟ تتجوزي واحد كداب؟ لا يا ابني لا، ايه ده ده؟ أكتر مين اللي حاجة قال ان انا بتضايقني. كداب؟ هي واحدة يعني، خلاص ماشي مصدقك. ماشي. يعني هي دي بتدل على ايه؟ بقى بس معلش انا بحاول افهم والله بشوف في بقى دماغي. علاقاتكم هي الفاشلة، بت- بقعد أيوة، ما أنا بحاول اقيم أفهم. هي بناء أنا بتمخمخ على أيوة، بقى أيوة. جواها، انت مالك بقى؟
ما نفهم سيبها هتختار. مش تختار، انا عايز افهم بس بتفكر ازاي. عايزه ترضى بيك على طول يعني. انا بسالها يعني لو قلت 10 اكسات مثلا ده دليل على ايه؟ لا لو قلت هي 10 هنحللها يبقى في انت الآخر. منيل ب60 نيله محدش طايقك، لكن طيب لو انا 2 واحد، عادي. انا أوكي. واحد وهو 2. يا عم انت كسبت ماشي، ها ماشي أه. كسبت في دي واللي فاتوا. اوكي ماشي. 2 وانت 1. بتسافروا كتير في السنه أوه. ولا خنا بقى في البيت وكده وبوب كورن وافلام؟ ايه ده، انا بحب وجو الاتنين قوي قوي الاتنين. ما خلاص ما بقيناش كده، احنا ده زمان. لا والله بجد، مم. يعني انا بحب قوي قعده البيت لو على مزاجي، وبحب السفر قوي، وده كمان كده صح ولا انا إيه؟ بيتوتي جدا، انا لاول مره أنت؟ هخسر. بس أه. انا بحب السفر بس ما ايوه بسافرش جدا. يعني، ببقى نفسي بس طموح. بشغل حاجه على التلفزيون فيها بحر يعني، ما بسافرش. انا بيتوتي جدا طيب بصراحة. خلاص مسامحاك بس بحب السفر والله جدا. اه ايوه دي حاجه حلوه قوي. كنا زمان بنسافر. انت فشلتني والله العظيم. انت مش لسه جاي من طيب بوسط خلاص العمر؟ مش مهم. ماشي. طب بتخلصوا يعني كام كتاب في الشهر؟ ايه انت مش عندك مكتبه في البيت؟ جاوب. ما طب أنا على الموبايل. ديكور. الكتب الفاضيه دي عارفاها لا والله لا مليانه. لا انا جايب فيها كتب كتب لا حقيقية؟ الكتب اللي من الموسكي دي لا لا أيوة، لا اللي اللي هي بتبقى الفاضي اللي هو أيوة. اسمه زابوك. تفتحه تلاقيه اصلا بيبقى ايه خزنه. والله أيوة العظيم عندي والله كتاب صح، كده هو ده. في خزنه كده. لا بس انا عندي كتب والله لأدباء يا لهوي كتير. يا ساندي، انت معاييرك صعبه قوي لا يعني دي ما انا مستحيل. عايزه والله. اخاطب بص عقل مش ضوافرها. فردة جزمه. دي بالراحه خالص. ما هو انت لما تبقى انا مش بقرا بس بتقرا هي حاجه اهتمامات. انت ميكي. لا على فكره بحبها قوي، ما تتريقش عليها لو سمحت. ماشي ماشي. لا انا يعني قصدي كل واحد باهتمام. يعني انت مثلا حته يعني انا ممكن الطاقة اسالك لا ممكن اسالك مثلا انت ايه نظامك مع الفيزيكس؟ معلش بقى بعد اذنك. والله ما انا كنت للاسف سياحه وفنادق اصلا، كنت فانا فاشله اسف زمان. جدا، انا مش هينفع في العلاقه دي. لو انت عايز تفضل. انا اي حد مالوش علاقه بالفيزيكس في القعده دي انا مش ايه ده؟ فاهم على حاجة؟ فكره مش انا طايق. هي انا الموضوع اللي ما بتقدم. تصعبوش. ايوه يعني القرايه أيوة، ما بتبقى على تصعبهاش حسب ما تصعبهاش علينا بس. مش لازم يبقى نفس الاهتمام على فكره، دي مش حاجه حلوه. انه يبقى نفس الاتنين الاهتمامات. نفس الاهتمام بس ده افرض انت برضو. بقى ما لكش علاقه خالص باي، يعني مش مهم تبقى زي بالظبط، بس افرض ده حاجات ده هتفصلك مني بقى وانا قاعده مثلا 8 ساعات كده مسحوله في كتاب، اعمل ايه؟ هتسحر انا كمان اكيد يعني في حاجات كتير بلاي ستيشن. ايوه بحبه قوي على فكره. طب ما انت هتسيبي الكتاب وتلعبي بلاي ستيشن؟ ممكن. طب بس خلاص احنا اتفقنا. اتحلت مين هي بقى في بتلعبوا ايه طيب؟ فيلم. لا ما بقاش ليا خلق للافلام خالص، مش عارفه ليه. مش مسلسل. بقيت احس تضييع وقت. فيلم ساعه ونص. بقى ممكن في السينما يعني ببقى مجبره يعني مجبره كده اتفرج قاعدة عشان دفعت فلوس. مع انك ممكن تمشي محدش ماسكك. ما خلاص بقى بحل الفلوس اللي دفعتها. اوكي. غير انت كده عارفه انا مش- وجواد ساعات كنا بندخل مثلا سينما نشوف الفيلم مش عاجبنا 10 دقايق، نقوم قايمين داخلين فاتحين باب السينما اللي جنبنا ومش عارفين فيلم ايه، داخلين في نصه نقعد شويه نشوفه، مش عاجبنا نطلع انا مش وبازوكا بيتقبض مره. عليكم؟ انا وبازوكا لا ايه ده في ايه؟ احنا في السينما مش في الاسم. انا وبازوكا ما مره هو اتفرجنا ده على غش ده ولا عادي؟ عادي فيلم معرفش. عجبنا. لا ما احنا عمري- دفعنا فلوس خلاص. عادي مرة بالحق. دفعنا التيكت علينا ايوه بجد يعني يعني خلاص بقى ايوه ان شاء الله. هو ده بيحصل يعني عادي والله ما اعرفش. ما احنا متسامحين والناس متسامحه. بيحبوكوا يعني فانز. احنا في مجتمع ميكي. طب استني بس، مره انا وبازوكا دخلنا 4 افلام ورا بعض. ده لو بتتكلمي على الوقت واهتمامك بالوقت دي جداً. كنتوا بتعملوا ايه؟ كان مالكم بجد؟ كان في الافلام اللي موجوده كلها كنا اتخانقنا في الاول نخش ايه، فيلا نخش بالترتيب ده وده وده وده. طب هتصدق في كلامك؟ لا يلا طب تمام. على فكره عملنا والله كده. بجد يعني زي القرايه. يعني انا بجد الافلام بركز معاها قوي في بس انتوا مسليين قوي، صعب الواحد يختار الاتنين يعني. انتوا لا انا لسه عايزك تسالي اسئله اللي هو ايه، انا مش عارف بحس كده انه في اسئله عندكم. يعني هقول لك هحاول افهمك، انا مش فاهم انا هقول ايه بس هحاول افهمك. دايما البنات عندهم طريقه تفكير معينه غير الراجل. ما هو للاسف انا والعكس. كائن ما هو أنا هي مش عارفة. زي هي مش لا. انت مش فاهم. احنا معانا فراشه. لا مش مش عارفة. بنت. لا انا دايما بنحاز للراجل، ما اعرفش ليه. مم. فمش عارفه اسالكم اسئله الستات، لان انا مثلا في حاجات بتضايقني في الست
بستغربها. زي ايه طيب؟ ايه ده؟ طب عايزين زي ان نعرف. هي بتتضايق من الخيانه، انا بحسها ده حاجه غريبه. احنا ترند. ساندي تعال. تشعل المواقع. لا وسع. والله، لا بس استنى انا نفهم بتكلم بقى بجد. بجد. مم. بص، الراجل الغريزه بتاعته من وهو لسه يعني كائن بدائي، يعني لسه كان قرد. آه، ما تيجي يعني في نمشي. بدايه الخليقه. احنا اتهزقنا لا بس قوي. هي في دي معاها حق، احنا قرود. وهم كانوا ايه طيب؟ غزال؟ ما لا لا انا بتكلم عليا برضو. انا وانت، مش الرجاله لا كلهم لا، عامه. قبل ما الانسان يتطور بجد، يعني اه. بيبقى عنده عقل كده وبيفكر. مم. كان بيروح يصطاد وبيجيب الصيد ده لمراته، مم. فبتطبخوا بقى وبتقعد تاكل، ولا بيشوفوا بيعملوا ايه، ولا ما كانش في نار ساعتها بيقعدوا ياكلوا مع بعض. المهم يعني انه كان بيروح يصطاد، هو دي مهمته عشان هو عنده القوة البدنية وما مم. عندوش عقل الحمد لله. مم. فهو الراجل اتبرمج يعني مع مر العصور. ما هو انا ممكن اجيب لك الموضوع من بداية الخليقة، بس لا 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 لا, لا هتمط والنبي مننا. استنى، لا، انا عايز تمام. اوصل للمسج دي بس. فانت قصدك يعني احنا الراجل دلوقتي بيدخل على انستجرام لا يصطاد. اه نروح ف- في داهيه. ايوه والله طب بجد. استنى كملي، فانا حلو عشان ده. خاطر اغير فطرتك، مم. دي حاجة مش منطقية والله. بس تقدر تكنترول. ما هي ماشي، ما هو بيكنترول اول سنتين 3 بالجواز كتر خيره، بعد كده بتفرط منه. طب ممكن كان اقول المفروض انا صهين بقى، يعني مم. المفروض انا فيها الو المفروض انا اطنش بقى، يعني ما اقعدش بقى ادور في التليفون وكرومبو بقى، واحساس ان انت يعني ضابط مباحث، ده هو احساس اصلا وحش طالما اصلا. وصلتي للمرحله دي الموضوع باظ. ما هي هو ده اللي يعني ممكن تكون يعني مثلا انت مم. الحاله الادرينالين كده، ان انت بتعمل حاجه غلط، دي هي دي اقصى حدودك، يعني انت مش مم. هتعدي المرحله صح. دي. اوكي. انت بقى يعني ما بتلحقش، انت بتتقفش وانت الادرينالين بيعلى بسبب القفا اللي بتاخده بسبب طب مراتك. ساندي، ممكن اقول لك على حاجه بس يعني جت في دماغي مره وانا سايق، ده الكلام ده من كام يوم، بس يا رب الناس بس ما تاخدهاش غلط. لا قولي ماشي. عادي، مش سامحوني يا جماعه. يعني مثال بعيد تماما، انا قلت بعيد تماما، ماشي. ان الراجل عامل زي البيبي. اه عارف البيبي لما حد بيديله مثلا لولي بوب او بيديله سناكس او حاجه، بتلاقيه جري كده وقعد وكل حاجه ونسي مامته. ماشي. نسي مامته مم. وقعد ياكل في الحاجه وقعد يلعب مع الناس دي وشاف دي وشاف ده مم. فاهم؟ مم. فجاه يروح عامل ازاي؟ ماما. ايوه صح. ايوه يروح معيط ومصرخ، ايوه ماما ضاعت مني. فاهم حاجه؟ مم. يا رب المثال ده انا قلت ولا حاجه، لا بس هو أنا حلو ده المثال، ليه معنى لا، قوي. حاجه والله جت في بالي، آه. حاجه جت في بالي والله، لان ده اللي بيحصل اصلا مع معظم الرجاله اللي بيكون عندهم علاقه او حاجه او ايوه كده. بس انا عايزه افهمك حاجه بس في النفس بتاعه الراجل، دي حاجه الستات مش بتفهمها. الراجل دايما بيبقى عايز يحس انه دراعه مش ملوي، فدايما بيبقى عنده بلان بي. هو بيبقاش الست دي مش عايزها يكمل معاها ولا عايزها، ومراته بيحبها جدا وكل حاجه، بس هو خايف ان الست دي اللي هي مراته دي تبقى كأنها لوية دراعه، عشان هو ملوش غيرها، فبيحب يتحرر كونه هو كائن كده، انه يبقى عنده بلان بي، انه ما يتدمرش، بيحس بالامان كده يعني. هي موضوع نفسي بحت. فلو الست بقى ما اعتبرتش ده اهانه، ما هو بص، ايه اللي بيخلينا احنا كستات نتضايق من فكره ان الراجل عرف عليا واحده تانية؟ ان انا بترجم ده ان انا ناقصه، ان انا مش يعني الست دي احلى مني، تفوقني جمالا، مع انه ده ممكن ما يبقاش. ما بقتش زي زمان. انا ما بقتش بعجبه، انا مش عارف ايه، بترجم حاجات مش منطقيه. هو على العقل بيقعد يوجد لها حاجات، وده اللي فادني في فكره التعمق، ان انا فهمت النفس والعقل الاتنين ايه اللعبه اللي بيلعبوها عشان يخلوك يا اما سعيد يا اما تعيس. هي لعبه جيم. مش كده، انا بتكلم بعمق قدام اتنين اساسا على فكره والله العظيم في داهيه. والله العظيم انا فاهم كلامها صح. والله العظيم انا فاهم كل حاجه بتقولها. 100 انت مصيبه لو والله ما كنتش بجد. فاهم. ما انا ما عنديش شك، انا متاكده لا فاهم انك بجد فاهم. والله. حلو ده انا قوي. متفائله حتى بالزرار طب ده. ممكن اسالك سؤال يا ساندي؟ نعم. ايه اكتر حاجه بتلفت نظرك في الراجل، او ايه اكتر حاجه بتشدك في الراجل اللي هو ده خلاص؟ ما نخليهاش حاجه، خليها كذا حاجه ممكن نعرفهم.
عشان الناس مش الغلابه لازم. اللي بتتفرج عليك دي اللي بتحبك دي مش عارفه تعمل ايه. مش لازم بالترتيب يعني، مش آه. قولي يوم. بص بدقن. لا مش شكلا. بجد. لا مش ماشي. مهم شكلا أنا خالص. حسيت ان انت بصيت في حاجه ولا ايه؟ أنا انا لسه بقى- حالق عادي هو- يعني. بس ما انا عشان بص بغيظك. ساعات الراجل بيبقى غبي شويه سوري يعني. لا دي حقيقه. ف... لا ده كده عبيط. انا ما بحبش الغباء. قشطه. ما بتحبوش اصلا. ها ده انا ما قلت بحبش هتحبه. الغباء خالص، عندي تروما منه. أوكي. عندي تروما من الغباء يا جماعه. انا يعني مجرد ما قلت كلمه غباء اتعصبت. طب انا بقول لك ايه اللي بتحبيه، رحتي قلتي الغباء. ايوه فانا لا رحت لا بقول لك يعني في ساعات فده لا يعني هو بيبقى عايز دايما يبقى ريسيفر كده، يعني ما بيبقاش هو بيعمل حاجات من نفسه. اوكي. مش فاهم. لا قولي لا يعني هو طبعا عشان ربنا ما خلقش الراجل اصلا عنده الاحاسيس بتاعتنا، يعني احنا بنفهم البيبي من غير ما يتكلم. فالراجل لا لازم تديله اوردر، بس انا بحب الراجل الحساس. انا ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انا في حاجه عندي فيها مشكله، انا عايز اعرف انتوا بتحبوا الصراحه ولا بتحبوا اللي يضحك عليكم؟ عشان انا السؤال ده بيجنني. انا ما اعرفش. لا بجد بكلم بجد، بحس لان إنه- البنات لو قلت لهم انا هعمل كذا 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 بمنتهى الوضوح بيزعلوا جدا. ولو قلت لهم والله ما بهزر بكلم ما بجد. تخبطش على الترابيزه عشان مهندس الصوت انا ما هيقوم خبطتش، انا دلوقتي عملت كده. يتقطع نصين. لا والله عملت الرجاله اغبياء. ماشي. فهل انتوا بتحبوا الصراحه انا ولا بحبها. بتحبوا التمحير؟ لا يعني محرك يعني. عشان اي جس انه معظم عشان لا ده البنات بيعجب ولا ده. معلش فاهمين ما الكلمة تزعلوش انتوا مني، الاتنين بس دي بس. الحقيقه. ليه؟ انتوا لا، بتحبوا اللي يكذب عليكم. انا لا، أيوة. بس هما معظم أشكرك. البنات مش بتحب عشان انا في قمه الصراحة. الغباء في الوضوح. لا مش دايما الوضوح ده يعني، مش عارفه. بس انا هقول لك على حاجه والله. بس بحس ده اسهل يعني، او يعني اقصر طريق ان انتي تفهميني وانا افهمك. هقول لك على حتى لو- سر العلاقه الناجحه. ده سر والله مهم جدا. في ناس مثلا تقول لك ده كانت ادمها وحش عليا، ده ادم وحش عليا. لا هو مش ادمه، هي انت اللي فقر عادي، مش ولا ادمها ولا ادمك ولا ادمه ولا اي حاجه. هو الفكره ان انا باجي مثلا ابقى معاك او ببقى معاك عشان ما لا تنفسش. لا مش زعلان. لا براحتك يا استاذ. عشان انت انا وربنا. محتاجه مشاعر معينه كانت ناقصاني في طفولتي مثلا من أوكي. بابايا، من عيلتي، الاحساس الاحتواء ده. حاسه ان الناس كلها ان انا منبوذه، فعايزه شخص يحسسني بده. فانا جايه لك اصلا من منطلق احتياج. فمنطلق الاحتياج ده الفايبريشنز بتاعته انا فاهم والله العظيم. فاهم؟ والله العظيم فاهم كويس جدا. بتكلمي مركز. الستاره اللي ورا. والله العظيم فاهم. الفايبريشنز بتاعتي لو انا جايه لك من منطلق احتياج، حلو. بتبعت احتياج من يعني الكون بيردها بنفس الفايبريشن. هي احنا ذبذبه زي الفريكونسي كده بتاعت الراديو. ماشي. فلو انا الذبذبات اللي طالعه مني للكون ان انا في احتياج، بيرد لي في احتياج زياده، فانت بتزودني احتياج. اوكي. سر العلاقه الناجحه انك انت تكون مستغني. انت مش بتحبني عشان ناقصك حاجه، ولا انا بحبك عشان انا ناقصني حاجه فانت هتكملني. فكره الكمال لو مش جواك وجوايا، احنا علاقه فاشله من بدايتها يا جماعه. ما تضيعوش وقتكم. لازم ان انا ابقى فعلا مش محتاجه حد، وقعدت وقت كبير لوحدي وسعيده جدا وانا لوحدي اوريدي. سبحان الله ربنا بيسخر لي الانسان اللي يجي يزود السعاده دي. اسرار الحاجات العلاقات اللي بتنجح ازاي، ان انت تبقى سعيد وانا سعيده اوريدي، مش محتاجاك تيجي تزود حاجه عشان دي اكذوبه، ولا انت جاي ولا انا ازود لك حاجه. احنا الاتنين مبسوطين كده كده، فاحنا هتزيد السعاده ان احنا متفاهمين. بس دايما في الراجل عنده نقص في حاجه. ما هو دي والله لا، والست نفسها برضو يعني اكيد. ما انت لازم تبقى لوحدك لحد ما تتعافى عشان اوكي دي. ماشي. بس انا بتكلم يعني اي ست في الدنيا هتبقى محتاجه انه يكون عندها شخص ما اللي هو بيتحرك، بتاع انه لو في مشكله هو اللي بيحلها. انه مش قصدي انه يعني ده طبيعي اي ست طبعا، ما هي يعني الست الام بتبدل. الاخت الست اساسا هو البنت بتبدل ابوها براجل. اوكي ماشي. ده حقيقي جدا. بالظبط. هي اتعودت انها تطلب من باباها مش عارف ايه، باباها يجيب لها مش عارف ايه، فبتبدله بس انت براجل. قصدك ان ده ما يبقاش السبب ان هي لان انا لو من المنظور ده هي العلاقه هتفشل، لان الراجل هيحس انه مربوط من رقبته بالكرافته اللي لابسها ومتشعلق في النجفه.
هو هيحس اوكي كده تلقائي، فهيبقى عايز يهرب باي طريقه من هذا السجن اللعين. اوكي والست نفس الحكايه على حضرتك فكره. بتتكلمي عن كل الرجاله. لا يعني بنسبه كبيره والله. 99.9. مم. يعني مش عايزه اظلم حد، مش عايزه احكم، بس يعني ما اعرفش النسبه، بس معظم انا عارفها، احنا ليه احنا الطلاق عارفين. دلوقتي بقى لغه العصر انا شايفه، لانه اساسا الطريقه اللي بيتجوزوا بيها غلط. انا بجيبك عشان انا ناقصني حاجه، وانت بتجيبني عشان انت ناقصك حاجه، مش عايز تنام لوحدك في البيت عشان انت محتاج حد تحب فيه في التليفون، في ناقصك كده سخونه وصهد داخلي، فانت عايزني املى الفراغ ده. فخلاص بمجرد ما مليته شكرا مع السلامه بقى. انت بقى مش عايز بقى ده، أيوة انت عايز صح. ترجع لوحدك. ايوه هيطلع منها هي كلام انفينيتي هنفهم كده والله. مم. لو بقى الناس فهمت المعادله ان لما انا استغنى، ما هي جايه من قوانين الغنى بتاعت الكون برضو، ايوه اللي قوانين هو يا الوفره، حبيبتي ايه عامله انك مش لنا اكل عايز. ايه اول ما ياكل خلاص ما انا مش عايز، خلاص ما انت اكلتيني. صح والله. طب هو الحل ساندي ايه؟ بتقول، ساندي قالت إيه؟ بص هو انا يعني انا فاهم كلامها كويس قوي، بس حاسس ان في حاجات كتير قوي من غير قصد يعني اللي ما هي بتقوله هي بتحصل او هتحصل، يعني عشان عن طبيعي. جهل. ما هو ماشي بس ما هقولك على حاجه، اصل انت طب هتعالجي ده ازاي؟ انت دلوقتي معاكي اكس من الناس وهتتجوزوا، هتحافظوا ازاي على الشغف اللي موجود على طول؟ يعني لا، لازم يبقى في ديستنس. ايه ده مش فاهم يعني distance لازم يبقى العلاقه مش اتنين فور جرانت. لازم تبقى الست بتعمل حاجه، بتسافر، الراجل بيسافر بيروح مش فاضيين لبعض بس يعني. لا لا كاجوال ماريج، يعني انا شايفه ده اوبشن كويس. ويكند ماريج. لا مش للدرجه دي، بس يعني بس اصل هما والله بيقولوا كده، ما ده اللي طالع دلوقتي اللي هو ايه، يعني هو لو ده بيعمل حاجه حل وهو لقله الطلاق بجد. الموضوع بقى بشع يا جماعه، مش هزار. احنا كمجتمعات شرقيه غير المجتمعات الاجنبيه. ليه؟ لاني بره هم مش مضطرين، هم اصلا فاتحينها على البحري وقاعدين مع صح. بعض كده، فهم مش الخنيجه دي مش موجوده. مم. احساس ان انا الورقه دي اللي لازماني، بس مم. انا لولا كده كنت اديتك بالجزمه والقايمه والقعده دي كوارث احنا بنعملها، في جريمه في حق العلاقه الزوجيه. احنا قننا الموضوع بزياده شرعا، فقتلنا العلاقه احساسا ومشاعريا. بس انا عايز اقول لك الناس اللي مطلعه دلوقتي اللي هو فكره الويكند ماريج او الكاجوال ماريج هم جواز على سنه الله ما انا ما ورسوله. قلتش ان هو بس الحاد، هو بس انا عايش قصدي مع انه ولاده، تمام. وهي عايشه مع ولادها، بس لظروف ما مش هينفعوا يبقوا مع بعض كل يوم، فبيعملوا يعني ايه اوبشن هم كويس. وهم بيتقابلوا بس ايه ويكند. يعني هتلاقي دول بيطولوا عن اللي عايشين مع بعض والله اكيد. بس لان في حد بس طلع على دي كيس السوشيال ميديا مختلفة قال يعني. هي دي كيس. في حد طلع يعني قال مش ما يبقاش انت ظروفك تسمح ان انت تعيش وتبني بيت مع وتبني بيت واحده وتقول لا انا عايز ويكند ماريج. لا، ما هو ان انت يبقى لو انت عندك اسره اوريدي واتهدمت بسبب التخلف، وبسبب ان انت اخترت غلط واخترت بطريقه عشوائيه وظلمت الشخص اللي اخترته وظلمت نفسك وظلمت ولادك، فاكيد هتبقى مضطر تتجوز بالطريقه دي عشان ما تغلطش تاني وتعمل اسره تانية، واوريدي هتفشل برضو. ما هو انت هتجيب منين يعني نجاح في الجواز؟ وده على فكره دليل مادي قاطع يعني ان احنا يعني كل الجوازات اللي واحد مثلا اتجوز وطلق، بعد كده اتجوز وطلق، ومنهم مشاهير، هو كده اتجوز واحده قمر فطلقها برضو. هو المشكله لا هو مش في عشان الجمال، هو مش ملوش دعوه بالجمال. ما بقول لك هي ملهاش دعوه، يعني مش قاعده، ومهما كانت ناجحه، مهما كانت نجمه كبيره، مهما كانت مش عارف ايه، بتلاقي في حاجه غلط في الناس، تقعد تقول ازاي كده، هو عيمي في نظره، بالظبط هي لا، الاتنين دول احسن هو اتنين. هو الكور اصلا غلط، اللي اتبنى اصلا الاساس غلط. طب سؤال معلش انا هوقفك هنا. قول. ايه نصيحتك؟ عشان انا حاسس ان انتي بتقولي كلام مهم قوي بس كبير قوي، محتاج ايه يعني كده نعمل له سمري كده صغنن. يعني نصيحتك للست ايه والراجل ايه؟ نصيحتي للست ان هي ما تحسش، يعني لو هي متجوزه يعني وعايشه في بيت جوزها ومش عارف ايه، ما تحسش ان هي مضمونه. طب وقبل ما تتجوزوا بقى؟ وبرضه او قبل ما يتجوزوا كده، وفي يعني نفس ايه الوقت مضمونه يا ساندي؟ يعني الراجل لو حاسس ان مراته بملفتة لناس تانيين، والله بيبقى متمسك بيها، يعني انها ممكن تطير. هو طول ما انت في العلاقة في اولها زي ما انت متجوز، المشاعر هي ان هي بقى بتسيبك مشاعر وتروح مبدئية.
ان هي بتخرج مع اصحابها، وممكن حد يتقدم لها لو هي رايحه فرح، اه او هي كانت معزومه مش عارف وان فين مين ده فحد ومش عارف ايه، شافها. ومين اللي بيكلمك ومين اللي اه مش عارف ايه. الشغف ده مم. بيروح لما الراجل بيضمن الست اهي مرميه في البيت. الجماعه يعني اساسا دي مصطلحات لازم يتعدموا عليها. مش كل الرجاله طبعا اللي بيقولوه. مم. الحكومه بس ده يعني هزار، ده الحكومه ده جميل ده. ما هو دي مشكله ان هي سب كونشسلي انت بتبتدي تشوفها اذى. بتبتدي تشوفها من الست اللي عاجباك لانها امك. لا بتشوف واحد كلام تشوف واحد ماشي في الشارع لا بجد بتتحول مم. الست للام. ومراته ماشيه وراه، يروح قايل لها يا وائل ودي تقول له نعم. يعني مراتها اسمها يا وائل ولا محمد إيه؟ محمد مين يا عم انت لا خليت وهي ست بتقول له بشنب. نعم. ما دي مصيبه برضو. بقى- فلا يعني مم. لازم الحياه ما تبقاش كده مضمونه من ناحيتين، من مم. الطرفين. يعني مثلا مش الراجل يتجوز فيبتدي بقى يسيب نفسه بقى وخلاص بقى وما يهتمش بنفسه اصلا. انت كنت مظبوط قوي والجيم وفشخ نفسك والسكس باكس والصور مكسره انستجرام. بالظبط بالظبط. اول ما اتجوزت خلاص الحمد لله ان احنا ما وصلناش للحته دي. اساسا انتوا لا جبتوا من انا كده، الاخر. انا كده اصلا، انا بكرش اصلا من قبل اي حاجه. مولود 12 سنه والله 12 سنه. ما هو هي دي ميزه على فكره، انت مش هتبقى ضحكت على حد. شوف. لا مش قصدي يعني بقى لا، ايه، عادي، مش لا. شايف علم الطاقه واللي هي بتقوله في الاخر هتوافق عشان كرشك اتنيل. اقعد بس نفهم هي عايزه ايه. حلو قوي، مش عارف ايه ده. شكرا والله. العفو. ما يعني انا شايفه انه الناحيه انا يا كل ده عاملة لابسها. انت أنا عامل ناسي. تان بجد هي باينة؟ باينه لابسها حتى ماشي، وانت طب خلاص بقى. الموضوع اتفشكل، يلا باي. يلا الحمد لله. بس طب انت مش مش عارفة. حتى مش هتعرف انا تدينا انا ريتس على الاسئله اللي سالتها لنا. ما انا حاسه ان انا اللي قلت لكم معلومات انتوا ما اديتونيش عقد نافع. ما انت خلاص مش طب مشكلة. اسالينا بحاجات اللي هو ايه طب انتوا ايه اكتر الحاجات حاجه الشخصية بتضايقكم فيه. في الست؟ قول انت الاول طيب. عقبال ما افكر. هي مش بالترتيب، بس اقول لك حاجتين ثلاثه. مم. ممكن الزن. 50 سنة بنشتغل عشانك في صمت. بتضايقني والله. ممكن يجي قبله عدم الاهتمام. يعني هي انت بتبقى مش مهتمه لا هي بتبقى مش مهتمه. طب اللي بتزن هو ليه؟ لا يعني ما انا بقول لك حاجات اه معينه. ماشي يعني اوكي. يا يا عدم كده يا اهتمام، كده يا زن على حاجه معينه هي عايزاها، مم. يا نكد، بتبقى فيه لحظات نكد على اوعى. طول. يعني هي بنبقى ده عارفين احنا ان بص انت نكد. لا اه ما اعرفش، بس انا هقول لك ايه السبب والله. ها بس قول لي طب الاول وبعدين انا ماشي بازوكا. الحاجات اللي بتضايقني مم. بصي انا اكتر حاجه بتضايقني ان انا ما بقاش فاهم اللي قدامي او اللي قدامي ما بقاش فاهمني. بس يعني مم. هي دي مشكلتي الوحيده. طب اللي ما هو هو هل انت بتشرح enough؟ يعني هل انت عندي طبعا طاقه لان انا بقولك هي دي المشكله الوحيده. مم. فاكيد عندي استعداد ليها انه نقعد من هنا لحد بعد بكره. بس في الاخر قول حاجه أبقى ما فاهم. تتفزلكش. مش قول بتفزلك، انا حاجة. بقول لها اهو ايوه ما هو ان بيقول انا بيقول افهم. ازاي. ايوه انت دافع مثلا عنه، دافع عنه استنى قوي. بس يا عم اهدى بقى، عايزين نقول كلمتين بجد نفهم. ايوه ان انا افهم هي بتتضايق لي. اصل معلش لما بنيجي نعمل مثلا مشاكل كلنا مثلا اتحطينا انت يعني كلنا اكيد سمعنا هو انت اللي زعلان او فاهم مالك قصدي؟ مفيش وبص اه شباك بالظبط. العربيه. أيوة. ما هو قاعد يعني جنبك الناحيه الثانيه لا مرمي. وبعدين بتبقى خناقه اللي هو أيوة. ايه انت زعلان وهي زعلانه. مم. طب ما يعني طب ما العيب مين؟ طيب في حد تالت معاكو؟ فانا عندي مشكله كبيره قوي في حته الفهم دي، انه لو احنا مش هنفهم بعض مع السلامه الباقي بقى كله بقى يعني النكد ده ما عنديش مشكله فيه لان الحاجات دي كلها يعني انتوا عندكم ما شاء الله مود سوينجز خطيره. ده كده 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 نكد ايه ده انا مراجيح. بحبك بموت فيك يلا نخرج انت طالق مش عايز اعرفك تاني انت اوحش واحد في الدنيا انا ايوه بموت فيك. وبعدين عايزة يعني شاورما. هي غلطة بالظبط. واحدة والله فجأة تمحي كل الحلو اللي في بالظبط. تاريخ. فانا ما عنديش مشكله مع اي حاجه غير ان احنا عشان كده لما جيت سالتك ايه انتوا بتحبوا تفهمي انا بعمل كذا 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 ولا عايزه بقى اللي هو ما يعني مفهوم طبعا انه جزء كبير من البنات دايما عايز يعني ايه الحقيقه البراحه الكلام الحلو ده كله مفهوم. بس انا بتكلم انه ايه في ناس ما بتحبش لو انت تقول له انا هعمل كذا كذا لا ده عيب ده غلط ده مش. طب ما انا بقول اهو صح. ما لا مش دي كل مشكلتي البنات الوحيده يعني.
ما اعرفش، هو والله برضو راجع انه العقل مش شغال بالفول كاباسيتي بتاعته، بالذات عقل الست لانها بتدور في حته صغيره قوي. مم. فكل التركيز بيبقى على السلبي بس اصلا صح يعني. صح صح مم. يعني انا امتى هتخزوق، امتى هتخان، اه امتى هيعرف عليا واحده، انت بتكلم مين، يعني هو التركيز هنا. فمستحيل تجيبي حاجه تانية تبقي في الجنينه فيها، انت مم. هتروحي في داهيه كده كده اجلا ام عاجلا، لان تركيزك اوكي في الحته دي. فبقى ده البرمجه العامه، وانا ما اعرفش ايه الهدف منها صراحه. يعني الهدف منها من كل حتى الناس بتوع التنميه البشريه، يعني الحاجات اللي بتكعبل مم. فيها ما بتريحش. بحس ان انا عايزه اعرف احساس ان انا عايزه اتكلم له يعني عايزه ايوه اطلع انا اتكلم بداله عشان اقول. بحس انه ما اعرفش في جهل شويه في هو لا، هو طريقه جهل 100% لان الناس بتعتبر ان ده حب. يعني ممكن تعمل ده تقول لك ان ده حب اصلا. ما اعرفش ده ايه، بس هو يعني تلاقيه بيقول لي مثلا نصيحه المفروض مم. هي اصلا تودي في داهيه. انت يا عم ما تتكلمش خالص في العلاقات بجد، انت مؤذي مم. توكسيك. يعني هو بيبقى راجل توكسيك بيطلع بينصح واحده عشان مش عارف ايه، وما تسمحلوش ما تسمحلوش ايه. انت عارف، انت راجل، انت متاكد. ما هو انت لو عارف طبيعه الشخص، طبيعه الراجل اصلا سيكولوجيا، مش هتقول الكلام ده. بتحس ان هو بيكسب مشاهدات بس. ايوه انا عارف الناس دي. عنوان الحلقه: ساندي تضرب ولا تبالي. بس بتضرب مين مش عارفين كلنا ايوه كلنا تضرب انا تضرب وانت. بعرض الحائط. ممكن تغني لنا حاجه صغننه انا قادره اتكلم. والنبي عشان خاطري اول مره اطلب منك الطلب رقم 1200. ايوه صح. انا عندي انا يعني يا ريت. ايه بقى؟ طيب اللي انت هتقولي عليه. بص طيب بقى. خلاص والله هحاول. أهو. لا انت ما تورينيش قفاك، انا ما هضحك خلاص اكتر. بقى، ما انا ماشي. خلاص والله انت هحاول. بتتنمر علينا. قلت لك هات. طيب قولي عملك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قولي عملك ايه قلبي اللي انت ناسيه. وانت الغالي عليه الغالي. قولي العين في العين، وانت ولا داري بحالي. تبقى هين قلبي، والفكر اللي جاني من الاتنين والله خدوا مني لالي. كل ده كان فين؟ قولي كان ملك ومالي. قولي عملك ايه قلبي. الله. انا صوتي بيعمل كده. لا جامد والله. ولع ايه استنى بس أنا حاولت استنى. من والله. شاي يا ابني. لا نقعد بس جميل. شويه كده مع بعض، ايوه. نغني بقى وخلاص بقى. قولي اجيب مين يروح ومين. والله العظيم مبسوط قوي. برافو والله العظيم. كمل يا سوسو. برافو على ايه؟ كمل يا سوسو. دي حلوه. انا بعمل كده. كمل. قولي اجيب مين يروح ومين يسمع كلامي، واجيب لك مين يحكيه نار شوي وغرامي. من الاتنين والله خدوا مني لالي. كل ده كان فين؟ قولي كان ملك ومالي. قولي عملك ايه قلبي. حلو قوي. شكرا. انا والله العظيم 3 بشكر الصدفه اللي خلتني انا وساندي اصدقاء واخوات وحبايب، والله العظيم. لاني مهما كنت عملت شكرا والله. ومهما كنا عملنا ما كناش هنعرف نقعد معاها كده
في لا حلقة. لا انا انتوا بشكرك نجوم كبار والله. والله، انا لا اللي والله بشكرك خالص يا ساندي وبحبكم بجد، جدا والله. انا انتوا غير ان انتوا صحابي، انا اصلا بحبكم ده شرف لينا يا والله، ساندي مش ان احنا بقى. قعدنا معاكي، وده وبشكر حاجه. بجد العدل جروب ان هم عملوا طبعا حاجه ليكم طبعا بجد، طبعا. شكرا، لان انتوا تستاهلوا وهتكسروا الدنيا. انا دايما وشي حلو على فكره، وبعد كده والله ما عارف. بيستضيفونيش، معرفش لا والله العظيم، لا والله بجد ده يعني شرف لينا، وحاجه تتحط في السي في بتاعنا وبازوكا، لا ان يا انا ما رب احنا عنديش قاعدين CV يعني والله، بس الحلقه ما تنجح اساسا. وتكسر انت الدنيا. شايفه انت قاعده مع اتنين اصلا ما لهمش ورق. ايوه ده كفايه ده مش معاه الزرار. بطاقه. يعني أيوة. مش المهم مش هتوافق على حد فينا في الاخر. يعني هفكر. نسيبكم انتوا في الكومنتات، تيجي نعمل زي نسيبكم انتوا في الكومنتات تتوقعوا هتختار مين فينا؟ انتوا يا جماعه ممكن تختاروا حد فيهم. شكرا يا ساندي، انا بشكركم والله. احلى حلقه في الدنيا يا جماعه، سقفه للفنانه جميله ساندي. شكرا.